تعالوا نعمل أكلة سهلة ولذيذة وطعمة جدا من غير لحمة ولا فراخ. هتنفع معاكي فطار غدا عشاء. ولو أول مرة بقى بتشوفي قناتي أنا مطبخ يسرى، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي شير كمان. ويلا بينا نشوف الطريقة الحلوة دي ازاي. في طاسة كده على النار فيها معلقتين كبار من الزيت، ونزلت عليهم كده بكام فص من التوم متقطع صغير، يا دوب كده تشم ريحة التوم. ننزل بقى كده عليهم ببصلاية صغيرة كده جوانح، وفلفل ألوان وفلفل أخضر برضو تقطعيه كده طويل، وأقلبهم كده مع بعض. وأسيبها بقى كده اوطي عليها النار واسيبها تدبل كده حبة. وبعد كده هنضيف هنا برضو طماطمايه كده بقطعاها برضو بالطول كده، وهديها تقليبة. وبعد كده هنزل بقى بالبهارات، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة وبابريكا، وهقلبها وهوطي برضو عليها النار، تفضل وطي عليها لحد كده ما الطماطم وباقي الخضار برضو يتبالوا تاني معايا. بصوا دبلت كده وبقت بالشكل ده. هضيف عليها كده معلقتين كبار من الخل، وهضيف هنا كان عندي كده بكوين الكاتشب دول، ضفت كاتشب عليها، ممكن بديل الكاتشب ممكن تحطي صلصة. وكان عندي كده الصوص بتاع الهاينز اللي هو الحراق الحار، انا برضو حبيت ان انا هضيفه، عطاها طعم جميل جدا. بس انتي حابة تستغني عن الصوص الحار ده والكاتشب وعندك صلصة بس، تحطي كده معلقة صغيرة كده من الصلصة بس عليها. وهديهم بقى تقليبة كده مع بعض، وهسيبها بس ايه يعني الحاجه تاخد كده من طعم بعضها بقى، ويتبالوا كويس قوي مع بعض. وبعد كده عندي بقى هنا كانوا شويه بطاطس كده مقليين، فانا حبيت اغير بقى الطعم، ويعني مش عايزه اكل كنت البطاطس كده، فحطيتها بقى زي ما انتوا شفتوها كده، احطها عليها وقلبتها كده تقلبتين، وطفيت بقى عليها النار. ودلوقتي نغرفها كده مع بعض. الطريقه دي تحفه قوي. يعني تغيري بقى لو البطاطس عندك كده مقليه وانتي راكنيها او حاجه كده، تجربي الطريقه دي معاكي حلوه قوي. ويا رب النهارده يكون بقى ايه كده الفيديو عجبكم. بصوا بقى الجمال بتاعها، بصراحة طعمها كان تحفة، جميلة جدا. يا رب يكون بقى الفيديو عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جديدة. مع السلامة.